اللي ما بيننا. قصدك اللي كان بينا؟ على فكرة أنا ما كنتش عايزة أشوفك في موقف محرج زي ده، بس أنت اللي حطيتني في موقف محرج لما جيت شفت أهلك. مالهم أهلي؟ مش شبهي يا ناصر، مش شبهي، مش هينفع أصلا نفهم بعض. خيبت توقعاتك، دمرت خلاص حياتك، بتراجع في حساباتك. طيب الله المعين، راجع كل اللي فاتك، الحلو في ذكرياتك، لو عدت انجازاتك من شاركك فيها مين. انا نور طريقك ياللي كنت صعب تمشي في الطريق، انا كنت كل امل حياتك وانت بتموت بالبطيء. بعد جزاتي في ثانية بعد ماشي تحكي انك بريء، وتقول بسبب تعبت ضاعت ونكرت خيري وكل شيء. انا نور طريقك ياللي كنت صعب تمشي في الطريق، انا كنت كل امل حياتك وانت بتموت بالبطيء. بعد جزاتي في ثانية بعد ماشي تحكي انك بريء، وتقول بسبب تعبت ضاعت ونكرت خيري وكل شيء. أنا متأكدة وعارفة إنك اتجوزت مريم عشاني، صح؟ لا طبعا غلط. أنا لو أعرف إن مريم أخت جوزك عمري في حياتي ما كنت حبيتها ولا اتجوزتها. حبيتها؟ أنا ناقص وجع دماغ. هو أنت حبيتها أصلا؟ بموت فيها. لخبطت انا ترتيباتك، ضيعت انا مجهوداتك، حظك سابك وفاتك، معلش الجاي خير، هتلاقي حد تاني يملى فراغي ومكاني، وبكرة الله يعوض، ربك دايما كبير. انا نور طريقك ياللي كنت صعب تمشي في الطريق، انا كنت كل امل حياتك وانت بتموت بالبطيء. بعد جزاتي في ثانية بعد ماشي تحكي انك بريء، وتقول بسبب تعبت ضاعت ونكرت خيري وكل شيء. أنت ليه مش عايز تسامحني على اللي أنا عملته زمان؟ أنت ليه مش قادر تفهم إن أهلي هم السبب مش أنا؟ سامح ازاي؟ انت السبب مش اهلك. لو انت نسيتي فانا عمري ما نسيت. فاكر لما قلت لي اهلك يحضروا الفرح ازاي؟ ازاي قرايبي يشوفوهم